بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حملة لواء الحق والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ إن شاء الله تعالى من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذه السورة وهي سورة التوبة أكثرها في شرح أحوال المنافقين، ولا شك أنهم أقسام وأصناف، لهذا السبب جاء ذكرهم على التفصيل، كما في قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والمشهور في سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لأن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت بها المدينة، فنزل واديا خارج المدينة فجعل يصلي الظهر والعصر ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة، ثم ترك الجمعة وطافقا يتلقى الركبان يسأل عن الأخبار، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فأخبر بخبره فقال: يا ويح ثعلبة. فنزل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فبعث إليها رجلين وقال: مرا بثعلبة فخذا صدقاتي. فعند ذلك قال لهما: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية، فلم يدفع الصدقة. فأنزل الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فقيل له: قد أنزل فيك كذا وكذا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يقبل صدقته، فقال: إن الله منعني من ذلك. فجعل يحثي التراب على رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت لك فما أطعتني. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى أبو بكر بصدقته، فجاء إلى أبي بكر بصدقته فلم يقبلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يقبلها عمر بعد أن دفعها إليه في خلافته اقتداء بهما، ولم يقبلها عثمان وهلك في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الرازي رحمه الله: لا يبعد أن يقال إنه تعالى منع الرسول صلى الله عليه وسلم من قبول الصدقة منه على سبيل الإهانة له ليعتبر غيره به، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وكذبهم ونقضهم العهد وتركهم الوفاء بما التزموا به من ذلك، والنفاق فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والنفاق قال القرطبي رحمه الله: إذا كان في القلب فهو الكفر، وإذا كان في الأعمال فهو معصية. في الحديث 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله الذي له صفات الكمال يعلم سرهم ونجواهم، سرهم وهو ما أخفته صدورهم، ونجواهم ما يفاوض فيه بعضهم بعضا فيما بينهم، مأخوذ من النجوى وهو الكلام الخفي، كأن المتناجيين منعا إدخال غيرهما معهما. ونظيره قوله تعالى: وقربناه نجيا، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. قال الإمام الرازي رحمه الله: فالمقصود من الآية كأنه تعالى قال: ألم يعلموا أن الله هو يعلم سرهم ونجواهم، فكيف يتجرؤون على النفاق الذي الأصل فيه الاستسرار والتناجي فيما بينهم، مع علمهم بأن الله تعالى يعلم ذلك من حالهم
كما يعلم الظاهر، وأنه يعاقب عليه كما يعاقب على الظاهر، وأن الله علام الغيوب. والعلام مبالغة بالعالي، والغيوب جمع غيب، ما كان غائبا عن الخلق، أي يعلم كل غيب، يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن. فيجب كونه عالما بما في الضمائر والسرائر، فكيف يمكن الاختفاء أو الاستسرار عنه؟ ثم قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مرائي، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. وهذا لما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف ب4,000 درهم، وجاء عاصم بن عدي بأوسق كثيرة من التمر، وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمر. قال: يا رسول الله، جررت البارحة بالجرير وأخذت صاعين، تركت أحدهما لعيالي وأتيت بالآخر صدقة. فقال المنافقون: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء، وأحب أبو عقيل أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات. فأنزل الله تعالى هذه الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. والمطوعين أصله المتطوعين، والجهد بضم الجيم الطاقة، والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين لا يجدون إلا جهدهم، المراد لا يجدون سبيلا إلى إيجاد ما يتصدقون به إلا طاقتهم، أي جهد أبدانهم، فيسخرون منهم. وسخرية الاستهزاء، واختير المضارع في يلمزون ويسخرون، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. اختير المضارع للدلالة على التكرر، سخر الله منهم، وهذا كما مر معنا مرات من باب تسمية العقوبة باسم الذنب على طريقة المجاز المرسل، أي احتقرهم ولعنهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، أي مؤلم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا كما قال المفسرون يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون لفظ أمر، ومعناه الشرط، بمعنى إن استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله لهم، فيكون مثل قوله تعالى: وانفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، وبمنزلة قول الشاعر: سيئي لنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وإلى هذا المعنى ذهب الإمام الطبري رحمه الله. والمعنى الثاني الذي يحتمله اللفظ أن يكون تخييرا، كأنه قال: إن شئت فاستغفر وإن شئت لا تستغفر، ثم أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن استغفر 70 مرة. وهذا هو الصحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك في قوله لعمر: إن الله قد خيرني فاخترت، ولو علمت أني إن زدت على 70 يغفر لهم لزدت. ونحو هذا من قوله لعمر في وقت إرادة الصلاة على النبي على عبد الله بن أبي بن سلول، وظاهر صلاته أن كفره لم يكن يقينا عنده، ومحال أن يصلي على كافر، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى الكلام على هذا عند قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولكنه راعى كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وظاهره من الإضرار، ووكل سيرته إلى الله عز وجل. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال ابن كثير: إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها ولا تريد التحديد بها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام ظاهر حالهم بين عامة المسلمين، والقرآن ينعتهم بسيماهم كي لا يطمئن لهم المسلمون وليأخذوا الحذر منهم. ومن أجل الجري على ظاهر الحال اختلف أسلوب التأييس من المغفرة بين ما في هذه الآية وبين ما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لأن المشركين كفرهم ظاهر فجاء النهي عنه، أي عن الاستغفار لهم صريحا، وكفر المنافقين خفي فجاء التأييس من المغفرة لهم منوطا بوصف يعلمونه في أنفسهم ويعلمه صلى الله عليه وسلم. والإشارة في قوله ذلك بأنهم كفروا لانتفاء الغفران المستفاد من قوله فلن يغفر الله لهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يقدر لهم الهدى إلى الإيمان لأجل فسقهم،
أي بعدهم عن التأمل في أدلة النبوءة وعن الإنصاف في الاعتراف بالحق. قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا ما حصل للمنافقين عند الاستنفار لغزوة تبوك، فيكون المراد بالمخلفين خصوصا من تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين. ومناسبة وقوعها في هذا الموضع أن فرحهم بتخلفهم قد قوي لما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم استغفلوا فقضوا مآلبهم، ثم حصلوا الاستغفار ظنا منهم بأن معاملة الله إياهم تجري على ظواهر الأمور. وذكر فرحهم دلالة على نفاقهم، لأنهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلف نكدا عليهم ومنغصا عليهم، كما وقع للثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم. فرح المخلفون بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاف لغة في خلفه يقال أقام خلف الحي بمعنى بعده. وكراهيتهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خصلة أخرى من خصال النفاق. وقالوا لا تنفروا في الحر، أي قالوا لإخوانهم لا تنفروا إلى الجهاد في الحر فإنه لا يستطاع لشدته، وذلك تثبيتا لهم على التخلف وتواصيا فيما بينهم بالشر والفساد. أو قالوا للمؤمنين تثبيتا لهم عن الجهاد لا تنفروا في الحر قل يا محمد ردا عليهم وتجهيلا لهم نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نار جهنم التي سيدخلونها بما فعلوا أشد حرا مما تحذرون من الحر المعهود، فما لكم لا تحذرونها وتعرضوا أنفسكم لها بإيثار القعود على النفير. ثم أخبر تعالى عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل مؤدي إليه أعمالهم السيئة، فليضحكوا قليلا ضحكا قليلا أو زمانا قليلا غايته مدة حياتهم، وليبكوا كثيرا أي بكاء أو زمانا كثيرا بعد الموت أبد الآبدين جزاء بما كانوا يكسبون، أي بفرحهم بمخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمجعول جزاء هو البكاء المعاقب للضحك، لأنه سلب نعمة بنقمة عظيمة. جزاء بما كانوا يكسبون، فإن راجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. والخالف الذي يتخلف عن الرجال في الغزو ويبقى مع النساء والصبيان، ومنه قول الشنفراء لا خالف دارية متربب يروح ويغدو داهنا يتكحل. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، الطائفة الجماعة، وتقدمت معنا عند قوله تعالى يغشي طائفة منكم كما في قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك. والمراد هنا جماعة من المخلفين دل عليها قوله فاستاذنوك للخروج. والجمع بين النفي بلن وبين كلمة أبدا قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا تأكيدا لانتفاء خروجهم في المستقبل إلى الغزو مع المسلمين. وفعل رضيتم بالقعود أول مرة يدل على أن ما ارتكبوه من القعود عمل من شأنه عمل أطلق على ارتكابه فعل رضي مشعر بالمحاولة والمراوضة. جعلوا كالذي يحاول نفسه على عمل وتأبى حتى يرضيها، كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وقد عاقب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المتخلفين عن غزوة تبوك بأن لا يؤذن لهم بالخروج مع نبيه صلى الله عليه وسلم ولا القتال معه، لأن شؤم المخالفة يؤدي إلى فوات الخير الكثير. وقد جاء مثل هذا في قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ثم قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات، وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له ويدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه.
وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن السلول رأس المنافقين كما في صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله وهو ابن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال ابن كثير وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه لأن ابن أبي لما قدم العباس إلى المدينة طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا عند عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له والله تعالى أعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم بالاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين وفي فعله الأجر الكثير لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إنهم كفروا بالله ورسوله أي لا يغفر الله لهم لكفرهم وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به المسلمون. ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لما ذكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد فيقولوا كيف من الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه وبغضاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعلم الله المسلمين أن أموالهم وأولادهم إن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وأن الله عذبهم بها في الدنيا بأن سلبهم طمأنينة البال عليها لأنهم كانوا أعداء لله ورسوله كانوا يحذرون أن يغري الله رسوله بهم فيستعصلهم كما في قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا ثم جعل ذلك مستمرا إلى موتهم على الكفر ليصلون به إلى العذاب الأبدي. وقد تقدم نظير هذه الآية في هذه السورة عند ذكر شحهم بالنفقة في قوله قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ولكن هذه خالفت السابقة في أمور أحدها أن هذه جاء العطف في أولها بالواو والأخرى عطفت بالفاء وهذه عطف فيها الأموال على الأولاد بدون إعادة حرف النفي وفي السابقة أعيدت لها النافية ولا تجد أموالهم ولا أولادهم. ووجه ذلك أن ذكر الأولاد في الآية السابقة لمجرد التكملة والاستطراد إذ المقام مقام ذم أموالهم إذ لم ينتفعوا بها. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم. أولو الطول وهم ذو الغنى والسعة منهم في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين أي في لحالهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني النساء وقيل مع أدنياء الناس وسفلتهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات يعني الحسنات
وقيل جواري الحسان في الجنة كما قال تعالى فيهن خيرات الحسان وأولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. والمعذرون هم المبالغون في العذر، قالوا في المثل لقد أعذر من أنذر، أي بالغ في العذر من قدم النذارة. وقال الآخرون المعذرون بالتشديد أي المقصرون. وهم رهط عامر بن الطفيل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال البغوي رحمه الله دفاعا عن أنفسهم، فقالوا يا نبي الله إن نحن غزونا معك تغير أعراب طيء على حلائلنا وأولادنا ومواشينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنبأني الله من أخباركم وسيغني الله عنكم. وقال ابن عباس هم الذين تخلفوا بعذر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني المنافقين. وكلا الفريقين كان مسيئا، قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهم الذين عنهم الله بقوله وجاء المعذرون، وقوم تخلفوا عن غير تكلف عذر فقعدوا جرأة على الله تعالى وهم المنافقون، فأوعدهم الله بقوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم ذكر تعالى أهل العذر فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قال ابن عباس الضعفاء يعني الزمنة والمشايخ والعجزة، وقيل هم الصبيان وقيل النسوان. ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون يعني الفقراء حرج أي مأثم. وقيل ضيق في القعود عن الغزو إذا نصحوا لله ورسوله في مغيبهم وأخلصوا الإيمان والعمل لله وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما على المحسنين من سبيل أي من طريق بالعقوبة والله غفور رحيم. وقال الضحاك هذه الآية نزلت في عبد الله بن أم مكتوم وكان ضرير البصر. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم معناه أنه لا سبيل على الأولين ولا على هؤلاء الذين أتوك. وهم كما قال المفسرون 7 نفر سموا البكائين معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري وعلبة بن زيد الأنصاري وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن مغفل المزني. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك فاحملنا. واختلفوا في قوله لتحملهم. قال ابن عباس سألوه أن يحملهم على الدواب، وقيل سألوه أن يحملهم على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة ليغزوا معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وهم يبكون، فذلك قوله تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.